بعد القصة بتاعت الكتيبة المصرية لقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي احتجزتها في السودان، واللي قدرت الأجهزة المعنية المصرية ترجعهم مصر بسلام في وقت فشلت فيه أكبر دول العالم، بدأ الطلاب المصريين اللي عايشين هناك إنهم يطالبوا الحكومة بإنهم مش قادرين يعيشوا هناك وياريت لو يرجعوا في أسرع وقت. بس يا ترى إيه اللي بيحصل معاهم هناك؟ وإيه اللي عملته وزارة الهجرة معاهم علشان يرجعوا مصر؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. الصراع في السودان بين قوات البرهان وقوات حميدتي لسه شغال، وده رغم ان الاتنين قالوا عن هدنة لمدة 24 ساعة. مش بس كده، ده المهم بقى ان بعد وقعة احتجاز الكتيبة المصرية في السودان من قوات حميدتي، دلوقتي الطلاب المصريين اللي عايشين في السودان بدأوا يتواصلوا مع اهاليهم علشان يرجعوا، لأن الوضع هناك ما يطمنش. الطلاب اللي بيدرسوا في السودان كانوا قاعدين والدراسة بتاعتهم شغالة كويس وكل حاجة كانت ماشية زي الفل، بس أول ما الصراع والاشتباكات بدأت بين الطرفين في الخرطوم، بدأ الطلاب يقلقوا من الرعب اللي هم عايشين فيه، لأن اللي بيحصل هناك حرب بين طرفين، والإصابات وإنهاء الحياة لأي حد ممكن يحصل في أي وقت. مش بس كده، الطلبة طبعاً أول ما بدأ الصراع هناك يشتد بدأوا يتواصلوا مع أسرهم ويقولوا يا جماعة رجعونا لأننا عايشين هنا في رعب. الطلبة اللي في السودان ما عندهمش أي وسيلة للتواصل مع أهلهم والحكومة إلا بمواقع التواصل، علشان كده أطلقوا هاشتاج على تويتر مكتوب فيه أنقذوا طلاب مصر من السودان، والحقيقة إن الهاشتاج ده الناس قابلته بتفاعل كبير وبدأوا يطالبوا الحكومة بتحرك حقيقي علشان ينقذوا ولادهم. المهم إن الطلبة بدأوا يقولوا إن هم عايشين هناك في أجواء كلها رصاص واشتباكات بين الطرفين اللي بينهم صراع في السودان. مش بس كده، ده كل أصواتهم بتقول إحنا مش قادرين نقعد هنا، يا ريت يا جماعة تشوفوا لنا حل، عايزين نرجع بلدنا نقعد ونتعلم ونشتغل في مصر. مش بس كده، دول كمان قالوا يا ريت الناس اللي في مصر يتحركوا، لأن فعلا إحنا مش عارفين نعيش هنا خالص، يا جماعة إحنا بنسمع صوت الرصاص والاشتباكات والقذائف. وزارة الهجرة وشؤون العاملين بالخارج حاولت إنها تطمن الطلبة المصريين دول وتواصلت مع القنصلية المصرية، وكمان بدأت تتواصل مع بعض الطلاب في السودان علشان تبدأ تأمنهم وتمشي في إجراءات رجوعهم لمصر. الوزارة قالت للطلبة محدش يخاف، إن شاء الله كلنا هنرجع بالسلامة، بس في الأول ده رابط هتسجلوا عليه بياناتكم علشان نعرف عددكم ونبدأ في إجراءات نقل الملفات للجامعات المصرية ونرجعكم بالسلامة لأهاليكم. مش بس كده، الوزارة كمان قالت إنهم مش ساكتين، كل شوية بيوصلوا للطلبة أو بيطمنوا عليهم، وده بإنهم يتواصلوا مع الطلاب ورموز الجاليات المصرية في السودان، ولو تعذر الاتصال بيهم علشان يطمنوا عليهم هيكون الاتصال عن طريق القنصلية. كمان بيعرفوا يوصلوا لأخبارهم بالمتابعة مع اللجنة الدائمة لمتابعة شؤون الطلاب بالخارج. انتوا كمان اكتبوا لنا، تعرفوا حد مسافر في السودان وعايز يرجع مصر الفترة دي؟